احبائي، كيفكم اليوم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم الفيديو راح يكون عن 3 وصفات كلها من كيت كات. مين فينا اللي ما بحبش الكيت كات؟ مشان هيك حضرت لكم وصفات سريعه ولذيذه ما راح تاخذ منكم 5 دقائق. فاذا عجبكم الفيديو ما تنسوا نوصلوه ل 30,000 لايك. 30,000 لايك ويلا نبلش مع الوصفات. اول وصفه راح نحتاج الى كيت كات وعجينة الكرواسون الجاهزة راح تلاقوها بالسوبر ماركت. العجينة بتيجي هيك، راح تقسموها أو تقطعوها بهالطريقة، تيجي على شكل مثلث. بعدين راح تحطوا الكيت كات بالوسط بهالطريقة وراح تلفوها وراح تعطيكم شكل كرواسون. وبعدين راح تحطوا شوية حليب عشان تتحمر بالفرن. حطيتها بالفرن درجة الحرارة 200 درجة لمدة 15 دقيقة وشوفوا النتيجة ولا أروع. المنظر بيشهي ورائع كتير. يامي. وأكيد ضروري أذوق. الصورة بتعبر عن كل شيء، طعمها ولا أروع. الوصفة الثانية راح نحتاج لكوب، ملعقتين من الطحين أو الدقيق، نصف ملعقة من السكر، ملعقة كبيرة من بودرة الكاكاو، بيضة، ملعقة كبيرة من النوتيلا، ملعقة صغيرة من الحليب، ملعقة صغيرة من زيت زيتون أو الزيت النباتي اللي تحبوه. وبعدين راح اخذ 2 من الكيت كات وراح اكسرهم بهالطريقة وراح اهرمشهم حتى يصير شكلهم هيك، وراح ضيفه للخليط. طبعا انا هذه عملتها بسناب شات وكتير منكم طلبوا مني اعملها يعني باليوتيوب، فمشان هيك عملتها وغيرت فيها شوي. طبعا راح تخلطوا المزيج او الخليط حتى يصير شكله هيك. غيرت فيها شوي بس ممكن تستغنوا عن بعض الأشياء كبودرة الكاكاو مثلا. وبعدين راح تحطوها بالميكروويف لمدة دقيقة و20 ثانية وراح يصير شكلها هيك. طبعا على حسب الميكروويف المتوفر عندكم ممكن كمان تحطوها مدة دقيقتين. وهيك بتزينوها بالكيت كات. وطبعا لازم أذوق. يامي، يعني مش ممكن أوصف لكم مذاقها رائع جدا. الوصفة الثالثة راح نحتاج لخليط البراوني اللي بيجي جاهز، راح تلاقوه بالسوبر ماركت. الطريقة سهلة كتير وسريعة. طبعا بإمكانكم أنكم تعملوا براوني تبعكم بالبيت، وفي التعليمات مكتوبة في الباكج لازم أضيف 100 مللتر من الماء و 100 جرام من الزبدة وكيت كات. أول شيء ذوبت الزبدة، بعدين ضفت عليها خليط البراوني الجاهز. بعدين راح ضيف المي وراح أخلط أو أمزج الخليط جيدا حتى يتجانس ويصير شكله هيك. الصينية هذه من الكرتون اجت كمان مع الباكج تبع البراوني. طبعا يمكنكم استعمال أي صينية متوفرة عندكم، ادهنوها بشوية زبدة أو طحين. أنا هنا حطيت طبقة أو نص خليط البراوني وفردته بالصينية بهالطريقة. بعدين أخذت الكيت كات وحطيته بهالطريقة. وهلأ راح أضيف النصف الآخر من الخليط. وبعدين راح احطه بالفرن درجة الحرارة 160 درجة لمدة 40 دقيقة. راح نخليه يبرد لمدة 5 دقائق. وراح نقطع البراوني تبعنا. يا يامي، شفتوا شكله كتير حلو وبيشهي. وهلأ صار وقت الأكل.
واو كتير حبيت المذاق، روعة وكتير سهلين وكتير لذيذين. أتمنى يعجبكم الفيديو، ما راح أوصيكم على اللايك والشير والسبسكرايب للقناة. أشوفكم في الفيديو الجاي، باي باي.